لليوم الثاني على التوالي تتواصل الاشتباكات في جبهة ذي ناعم غرب مدينة البيضاء في اليمن، وذلك بعد سلسلة غارات لتحالف دعم الشرعية طالت مواقع الحوثيين. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحرزت تقدما كبيرا في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء بعد تأمين مركز مديرية الزاهر. كما أكدت مصادر ميدانية مقتل العشرات من مقاتلي الميليشيات خلال الساعات 24 الماضية، وكذلك أسرى قادة ميدانيين تابعين لها. أما جبهة الحازمية والصومعة فشهدت تصدي الجيش اليمني لهجوم حوثي فجر اليوم وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، حيث أفادت مصادر العربية بسقوط 100 حوثي بين قتيل وجريح في جبهة الحازمية. كما تقدمت مقاومة الحازمية بإسناد القبائل إلى مشارف مدينة البيضاء على بعد 5 كيلومترات من مركز المحافظة لتحريرها من الحوثيين. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش نفذت الخميس عملية تمشيط واسعة تمكنت خلالها من تأمين المواقع والمناطق التي جرى تحريرها مؤخرا في مديرية البيضاء، ومنها الجبال والمواقع المحيطة بمدينتي الضحاك والعيوف. وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت تأمين جميع المواقع التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية في مديرية الزاهر.